كابتن عبد الحليم علي. اتفضل يا كابتن عبد الحليم. مش هزود، ودايما الكباتن الكبار انا دايما بركز معاكم بشكل كويس جدا، ودايما باخد من كلامكم واكمل. مبدئيا مبروك للنادي المصري للجهاز وجماهيره. وزي ما قال الكابتن ابراهيم والكابتن حسام، ده ناتج موسم كامل. لو على مدار الموسم انت هتقيم الفريق ده، وزي ما حضرتك كنت واثنيت على الانجاز اللي اتعمل من خلال 19 سنه، فده ناتج لموسم كامل يا ابراهيم. المصري على مدار الموسم بنسبه 80% او نقول 5 او 70%، وده معدل محترم جدا، اداء ثابت. المركز الرابع السنه دي بيتفوق على انديه كبيره زي سموحه وزي النادي الاسماعيلي. النهارده بيوصل للدور النهائي. اداء، انا قلت لك النهارده اداء محترم. هنخش في الفنيات وهنتكلم في اداء الزمالك واداء الزمالك النهارده، انما المصري ادى اداء جيد، واللعيبه عندها حوافز ودوافع، وده ظهر من بدايه الشوط الاول وبين الشوطين. احنا حللنا وقلنا وكانت الملامح واضحه وظاهره. لا، المصري كان افضل النهارده، ادى اداء جيد، عنده حلول. فمبروك ليهم ومبروك لجماهيرهم. النادي الزمالك هارد لك لجمهوره، هارد لك لجمهوره النهارده. والجمهور اكتر واحد دمه بقى محروق. انا بقول لك هارد لك للجمهور. اكتر ناس بتشال وتتنكت وتدفع وتحاسب على المشاريب كلها. انا قلت لك هارد لك لعيبته. قلت لك هارد لك لحد تاني لجهازه. انا بقول لك هارد لك لجماهيره. جماهيره النهارده، وده شيء طبيعي ان هيبقى فيه حزن ان السنه دي الزمالك حتى الامل الاخير انك انت تتفوق وتوصل للنهائي، فبالتالي الزمالك لم يوفق النهارده. انما حتى لو هنتكلم في الحته الفنيه، لا، النهارده المصري كان افضل، منظم، مركز، والهدف الاخير كمان للمصري يديك مدى التركيز للاعيبه المصري، مدى النظام للدقيقه 95. لا، فبالتالي النهارده لازم نكون فير النهارده في كلامنا. صحيح. وندي كل واحد حقه. لا، المصري اداء جيد، منظم، كسب بشكل كويس من اول المباراه لنهايه المباراه، فرصه كانت منظمه. لا، مبروك النهارده النادي المصري، يستاهل الفوز ويستاهل الصعود، وبنهنيه مش على الاداء النهارده والفوز النهارده، بنهنيه على الموسم الكبير اللي هو عمله السنه دي لجهازه ولجماهيره ولاعيبته.